تعجبكم وديروا لي واحد جيم وواحد كومنتير زوين بحالكم واخا يكون فيه قليل. ولا عجبكم الفيديوهات ديالي ديروا لي واحد ابوني باش يكونوا يطلعوا لكم الفيديوهات. القصه ديالنا ديال اليوم العنوان ديالها وعلي وعلمة. يلا زيدو نبداو. قالك كان يا ما كان حتى كان الخير في هاد الزمان فواحد الدوار بعيد وسط الجبال والوديان كاين شاب سميتو علي واعر الخطوة ماشي حيتاش كان قوي بزاف ولكن حيت كان ديما كيقول اللي بغى العسل يصبر القريص النعل. علي كان عايش مع امو غير هو وياها. باه مات وهو صغير وخلى ليهم غير دار ديال الطين وعمارة مسمينها زهرة. الناس في الدوار كانوا كيعرفوه بولد النية ولكن حتى واحد ما كان كيعرف بلي في القلب ديالو حلم كبير يبني ساقية توصل الماء للدوار كامل حيت الناس كانوا كيعانيو من العطش في الصيف. نهار من النهارات جا القايد للدوار وقال اللي لقى عين الماء القديمة اللي ضاعت في الغابة غادي نعطيه جوج فرنك كبار وأرض عدا الواد. الناس كاملين ضحكوا وقالوا هادي غير خرافة ديال الشيوخ. ولكن علي شد الزاد ديالو وشوية الخبز الشعير والزيتون وقلة ديال الماء عفوا وركب على زهرة ومشى. في أول ليلة وصل الغابة عامرة بشجر الكحل والريح كتصفر بحال سجن. لقى الشيخ فين وصلنا. لقى الشيخ الكبير عاطي النار الصغيرة والشيخ قال ليه فين غادي يا ولدي. جاوبوا علي غادي نقلب على العين الماء. الشيخ ضحك وقال كل شي اللي مشى ليها ما رجعش. اللي دخل الغابة ولدي راه ما كيرجعش منها. قال علي الا كان مكتوب نموت وانا كنحاول. الشيخ عجبو الحال وعطاه عصا من الخشب الزيتون وقال هاد العصا ما تضرب بها حتى واحد ظالم وغادي تعاونك. الصباح كمل طريقو حتى لقى واد ناشف وسط الواد. كان تعبان كبير على القطعة الصغرى كان يقدر يخليه يمشي ولكن قلبه ما خلاش. هي الصغرى بالعافية حتى طلق التعبان تحول فجأة لولد صغير خضر لابس لباس قديم وقال انا حارس الواد وانت اول بنادم ساعدني بلا طمع. من بعد عطاه خاتم فضي وقال لي إلا جاك الخطر دق الخاتم في الأرض. علي بقى مدهوش ولكن شد الخاتم وكمل. بعد يومين وصل القصر مهجور وسط الجبل. الباب كان مفتوح ومن الداخل سمع صوت البكا. دخل بشوية ألقى بنت لابسة البيض مربوطة بسلسلة الحديد. قال لي يا رب أنا ساكن عفريت كياكل البشر. علي قال وعدت انتي نخليك هنا مستحيل. شد العصا وضرب السلسلة وتكسرات. في ديك اللحظة الأرض بدات كترجف وخرج عفريت طويل بعين وحدة وصوتو بحال الرعد. شكون قاس ليا السيدة ديالي ولا شكون اللي قاس ليا مرتي. علي حس بالخوف ولكن تفكر
واحدة وتحول لعفريت. الخبرة طارت مع الريح. البنت بكات وقالت: أنا بنت السلطان بعيد، وخطفني هاد العفريت من سنين، ومن بعد تلاتو على المخارة مخبية تحت القصر. دخلوا ليها ولقاو العين الماء قديمة كتخرج من الصخر، ما صافي وبارد. علي فرح ولكن لقى هاد العين كتاب قديم. هاد الماء ما يخرج حتى يطيح صاحب القلب النقي أعز ما عنده. جلس حسين: شنو أعز حاجة عندي؟ ما عندي لا داب لا جاه، غير عمارة زهرة اللي رافقتني من صغري. شاف زهرة كتشوف فيه بعينيها بحال فاهمة كل شي. دموعو ضاعو وقال: سامحيني يا زهرة. وملي قربها اللعين الأرض تهزات، ولكن قبل ما يوقع والو الماء تسمع بواحد الصوت قوي تفرقع، وصوت جا من الجبل. النية الصافية أكبر من التضحية. ورجعت زهرة تجري وتنقص هي ما فيها والو. رجع للدوار والما وراه كيجري في الساقيات حتى عمر الحقول والبيوت. الناس فرحوا بيه ولقى يدوفى بوحدو، ولكن علي رفض الدهب وقال: الماء ديال الناس كاملين ماشي ديالي. ومن بعد تزوج بالبنت اللي حرر وبناو ساقية كبيرة، وولا الدوار عامر بالخضرة والخير. ومن داك النهار والناس كيقولوا: القلب الزوين يربح حتى إلا كان فقير. نتمنى القصة ديالي تعجبكم، وإلا كان كيعجبكم هاد المحتوى ديال القصص انكم ديروا لي زيكوتور ديالكم وتصنتوا الاصوات هادئة. يلا نخليكم تصبحوا